انا خبيت عليكم بقالي فتره، بس انا رجعلي الاكتئاب. اتشخصت باكتئاب حاد، والموضوع زي ما انتم شايفين مش بس نفسي، لا ده كمان عضوي. في قد دول 6 مرات 7 مرات، بس المره دي قررت ما اعديش بيه لوحدي وما اخدش ادويه. ودي سلسله بطلنا ضد اكتئاب وبندور على بدائل. الجزء الاول بكل بساطة أنا ومنية، والنهاردة هندور على حاجة تقومنا من السرير، لأن دي مش أول مرة يكون عندي functional depression. الموضوع كأنه إنك بتقنع نفسك إن الحياة ملونة وإنت لابس نضارة سودا، هو ده اللي بتحسه. الحاجة اللي بتقومني من السرير هم دول: زرعة، كاميرا، كوتش. هفهمكم العلاقة ما بينهم. الكاميرا هي شغلي، هي حياتي. بصحى كل يوم بحب أصور فيديوهات، لأن دي حاجة أنا مهووسة بيها وملزمة بيها، ده الهوس الأبدي في حياتي. بس بخاف التصوير يخلص واقعد لوحدي، فقررت اول بديل اني اشتري زرعه. خطوه مش تافهه خالص، لانها هتخليني اقوم من السرير عشان اسقيها. مسؤوليه، لازم تحط مسؤوليه، بس تكون مسؤوليه مش محتاجه مجهود كبير، لان انت زيك زي الشخص اللي رجله مكسوره، فحركتك ابطا. فبالنسبه لي الزرع في البلكونه مش بعيد، هروح له ومش هكسل، وكل اللي محتاجاه ازازه ميه. ومن كتر ما انا بقيت مهووسه بالزرع، بقيت اجيب قشر الموز واخمره عشان الميه اللي اسقي بيها الزرع تكون فيها بوتاسيوم وتغذي الزرعايه، وبقيت اهتم بيها حرفيا اكتر من نفسي. فكرة انك بتشوف كائن حي بيكبر وبتهتم بيه وملزم تهتم بيه عشان ما يموتش، ده انعكاس انك تفضل تعيش، وزي ما بتسقي زرعتك بتسقي نفسك. الزرع فيه سر رباني اكيد، اصل السلام النفسي ده مش طبيعي. الكوتش، ما بروحش الجيم للاسف، هستخدم ابسط الامور. انا مش مهتمه نوع الحركه ايه وفين، المهم اتحرك ما احبسش نفسي، وده اهم بديل لمضاد الاكتئاب، لان نفس اللي بيعمله مضاد الاكتئاب الحركه بتعمله بالظبط. مفيش حد هيجي ينقذك، فاعمل حاجه تطلع فيها غلك مهما كانت. اسمع كلام نفسك الفترة دي، بلاش مقاوحة. أصعب وقت بتاع قبل النوم. الاكتئاب ساعات بيجي لما بتفقد المعنى، فالبداية مش في علاج الأعراض، لكن في إنك تلاقي سبب تصحى عشانه وتعالج السبب الأساسي، وساعتها بس بننام. قولولي إيه بدايل الدواء بالنسبة لكم؟